اللي سمع اسم زين العطار ولو صدفة مرة واحدة في حياته ما ينساهوش أبدا، لأن زين العطار فنى عمره على العيلة دي واللي عمله ليها ما ينسيش. لكن واضح إن اللي عملته دي ما سمعش أو عمل نفسه مش سامع. لكن ادام عمل عملة المهببة ده لازم يعرف من دلوقتي ان زين العطار لما هياخد بطاره يبقى صوته اعلى من صوت الرصاص. حاولوا يقتلونا احنا كمان. مين اللي عمل كده يا زين؟ محروس. عمرك يا ريس. حراسة حوالين القصر تمام؟ تمام يا ريس. اسمع، النهارده يوم صعب، مش عايز مخلوق يخش القصر في ايده سلاح ايا كان مين. يا حازم. زكريا. مش لسه بدري عليك؟ بدري ها؟ خش. يلا خش جوه. استنضف يا اخي. زي ما كلكم عارفين احنا بنتجمع الجمعة الأولى من كل شهر عشان نتغدى مع بعض هنا في البيت. بس الجمعة دي غير اللي فات. احنا النهاردة مجتمعين عشان نبارك لشريف، لأن هو اللي هيقعد مكاني هنا. كل مال العطارين هيبقى في ايد شريف، وكل اللي ليكم في رقبتي هيتنقل لرقبة شريف، وهو اللي هيبقى مسؤول عننا كلنا. عايزين نقرا الفاتحة على كده. مش نستنى في الأول لما سليم ومراد بيه يجوا الأول يا زين؟ هما موافقين، ما تقلقش يا صبري. على بركة الله، ربنا يوفقه ويسدد اختار. بسم الله. آمين. مبروك يا عمي. الله يبارك فيك يا حبيبي. قدها وقلول. طول ما انت في ظهري. انا طول عمري في ظهري. تعالى معايا يا شريف. بقول لك ايه، مش غريبة؟ عمي أول مرة يدخل حد الأوضة دي. هو عم شريف بقى أي حد يعني؟ مبروك يا زكريا، عمك بيجي مكان ابوك. الله يبارك فيك وربنا يخلي لنا ابويا يا عبد الله. جرى يا عبد الله، ما تحترم الرجال الموجودة. وانا قلت حاجة؟ أنا ببارك لواد عمي. بكفاياك يا عبد الله. معلش يا عم صبري، ما انت عارف ابنك طول عمره بيحبني من واحنا صغيرين. ما بلاها حكاية من واحنا صغيرين دي. السنين لما بتكتر عليك وانت بتشقى بتزهق من عدها، لكن عشان تبني عيلة زي دي يا شريف محتاج عمرين على عمرك. ربنا يديك الصحة وطول العمر يا زين. اللي فاضل في العمر مهما طال هيبقى قصير. المهم انت يا شريف تكون عارف ايه اللي مستنيك. وانت خلاص بقيت الكبير، والكبير كبير بناسه. وبالخير اللي بيطلع من ايديه. مش بس كده، في القانون بتاع العيلة. القانون هو الأهم. القانون يمشي على الكبير زي الصغير، مفيش تهاون.
القانون بيحمي الكل واولهم الكبير. انت طول عمرك ابويا يا زين، كلنا عايشين في ظلك. من النهارده انت بقيت ظلنا كلنا، ولازم ظلك يبقى ممدود. انت مسؤول عن حاجات كتير، عن الشركات، عن كفر العطارين، عن دار الايتام اللي في النوبه. انت عارف طبعا ان محدش كان بيدخل الاوضه دي غيري انا وجيهان. من النهارده محدش هيدخلها الا انت. انت بقيت الحارس على العيله يا شريف. خبر ايه يا جماعه؟ امال فارس فين؟ فارس بيجيب عم سليم من المطار وجاي على طول. وعمك سليم مبسوط من اللي بيحصل ده؟ جرى يا عبد الله، عم سليم عمره ما فكر يبقى مكان زين العطار، طول عمره جنبه او في ظهره، وبعد عمر طويل ان شاء الله هنشوف مين اللي هيجي مكان عم سليم. وانا قلت حاجه؟ انا بفهم بس. اللي اقول هو صالح مش هيجي؟ هو من امتى بيجي يا شيخ عبد القادر؟ ما انت عارف مشاكله مع عمي. صالح جاي يا عم عبد القادر. يلا قوموا اطلعوا بره كلكم عشان ناكل. اياد استنى عاوزك. اسمع يا اياد يا ابني، انت هتتجوز بنتي، يعني هتبقى واحد مننا. تعرف طبعا ان انا بثق فيك وفي اخلاقك وفي تربيتك، واعرف المرحوم والدك. فانا ليا عندك طلبات. انا تحت امر حضرتك. انا عاوزك تصفي شغلك اللي بره كله وتيجي تشتغل معانا، وتعمل حسابك انك هتعيش انت وياسمين معانا هنا في البيت. خليه يدخل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا جاي أسلم يا باشا وآخد البركة. أهلا وسهلا يا حاج مهدي. طيب استاذن انا بقى. خليك قاعد. اتفضل يا باشا. النبي قبل الهدية. ايش سبحة دهب. عيار 21 سعادتك. مش مهم العيار يا مهدي، المهم انها دهب. ودي شاريها ولا موصي عليها؟ صراحة يا باشا يعني هي معمولة مخصوص وصاية يعني، بس أنا ما اشتريتش حاجة. ما هديني هدية جاية لك يعني. معاذ الله يا باشا، معاذ الله. الحكاية وما فيها إن الراجل اللي عملها لي لما عرف إن أنا ههديها لسعادتك حلف ما هياخد مني الأبيض ولا أسود. وبعدين يعني الراجل مش غريب يا باشا. سيد حماد جوز أختك. هو بعينه يا باشا. بصراحة يا باشا هو موروث ورطة كبيرة قوي، لا كانت على البال ولا على الخاطر. الموضوع بتاع الشيخ العطيفي قسما بالله العظيم اللي حصل غير اللي سمعته يا باشا. أنا ما بسمعش يا مهدي، أنت عارف كده كويس. عارف يا باشا. سيد حماد لعب من ورا ظهر الشيخ العطيفي. بصراحة يا باشا هي جت فيه، بس والله العظيم 3 ما هو اللي لعب. ده الواد ساهر ابنه هو اللي ورطه، جاب شوية استيكرات من بتوع العطيفي وخلطهم على الشغل بتاع ابوه ونزلهم في السوق على اساس ان هم بتوع العطيفي. وابوه كان فين من كل ده؟ ابوه ما كانش مخونه يا باشا، برضه يعني الواد ما كانش فاتحها على البحر. ده هم يعني كام حته كده كان ممكن يعدوا لولا الزبون اللي قفشهم وكبرت في دماغه وعمل فضيحه. هو كان لازم يعمل فضيحه يا مهدي عشان ده مش زبون. قصدك ايه يا باشا؟ الشيخ العاطفي مش راجل صغير عشان يسيب حد يلعب باسمه. تمام يا باشا، ما قلناش اي حاجه، بس ده قاطع الميه والنور عن جوز اختي بقاله ازيد من شهر بحاله، ما قعدوا في البيت. كل غلطه وليها ثمن. ماشي يا باشا، نتمن الغلطه وندفع الثمن. خلاص، من النهارده ابن اختك ملوش في التجاره بتاعت ابوه. يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه؟ يعني الواد لا هيشوف الذهب ولا هيلمسه بايديه. ماشي سعادتك. والشغل اللي اتخلط بشغل العطيفي هتتحسب نسبته قد ايه وهيتخصم على سيد جوز اختك لمده سنه. سنه يا باشا؟ بس ده كتير يعني.
الضربة جامدة عليه يا باشا. الضربة دي مش هتصلب حيله ولا بعد 3 سنين. يتصلب حيله بعدين أحسن ما يتهد دلوقتي. ماشي يا باشا، اللي تشوفه سعادتك. السلام عليكم. مهدي. أيوة يا باشا. السبحة بتاعتك يا باشا دي ماشي يا باشا، جميلك في رقبتي. سلام. زكريا، كلم الشيخ العطيفي وقول له زين العطار حكم في موضوع سيد حماد والحكم نافذ. هو حضرتك عايز نشتغل في ايه بالظبط؟ زين العطار مين يا ابني؟ شاهد امال خلينا نلحق الاكل. انا بسوق اهو، تجي تسوق انت. ايه الحيوان ده؟ ما بيعرفش يسوق ده ولا ايه؟ بقاء لله يا ريس. تمام يا حبيبي، تسلم ايدك. انا عاوزك بس تتاكد ان هم ماتوا كلهم، احسن الجماعه دول عاملين زي القطط ب7 أرواح. فارس يا ابني يا ابني معلش يا ابني يا ابني يا عمي يا ابني. قلتوا ايه؟ قلت يفتح الله يا متولي. بس استنى يا هاشم لما نسمعه. بعد اذنك يا هاشم بيه، خليه يكمل النهايه نسمع هيقولوا ايه. قول يا متولي قول، بس انت عارف بتقول ايه؟ انا مش فاهم انتم مكبرين الموضوع كده ليه؟ زين مش ربنا يعني، لا مؤاخذه. عجبكم اللي هو عامله فينا ده؟ انا مش عارف ابيع حته سلاح محترمه وبعد كل ده بيعاملنا وبيتحكم فينا زي ما نكون صبيانه. وانت عايز تبيع سلاح تقيل لمين يا متولي؟ للي يدفع. انا مستعد اتعامل مع الشيطان ذات نفسه. بس احنا كنا متفقين في الاول، والعقد شريعه للمتعاقدين. حرام ده كده، حتى ربنا يحاسبنا على النعمه اللي احنا بنرفضها برجلينا. الناس كلها عماله تشتغل وتشتري وتبيع، تهريب وانفاق. وعشان ايه ده كله؟ عشان احنا بينا اتفاق واحنا مش عيال، او على الاقل انا مش عيل. يلا فارس مش قادر بسرعة، معلش معلش خليك معايا شوية. استحمل استحمل يا فارس استحمل. اطلع. هو انت فاكر ان انا لو كنت عايز اموت زين ما كنتش موتته من 20 سنة؟ انا مش مبسوط ان هو متحكم في السوق، لا انا مش مبسوط، بس وجود زين عامل توازن. زين شايل عننا بلاوي. زين لو مات هتتفتح نار ما حدش هيعرف يقف قصادها. اتفرجوا على السوق لو زين مات، الناس اللي بره عاوزينه والناس اللي جوه راضيين عنه. انا من راي سيادتك يا هاشم بيه، انا حاسس ان الخلاف بينك وبين زينب متولي بصراحه ربنا كده، حاسس ان ملوش علاقه بالشغل. ما تجيب من الاخر. انا ما فيش اي حاجه ما بيني وما بينه غير الشغل، وبعدين عيب الكلام اللي انت بتقوله ده. ولا انت ايه رايك يا جلال بيه؟ انا قلت اللي عندي
واللي حضر العفريت يستحمل اذاه. جاي معايا يا سيف؟ جاي معاك طبعا يا هاشم باشا. ده شيطان ودخل ما بيننا. استغفر الله العظيم، بس بعون الله هنخلص على الشيطان. انت مش بدأت؟ خلاص ما فيهاش تراجع، خلصت. ياسمين اختي ايه الطعامه بتاعت العيله كلها. صالح حكى لي عنك كتير على فكره. والله هتعمل بقى فيها وكيل نيابه وتقول لك قال لك ايه وامتى وفين وازاي وكان لابس ايه. لا 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 على فكره خالص مش فارق معايا اصلا قال لك ايه عني. المهم بقى انت هتقول لنا ايه عنها؟ طبعا هيجي يقول لنا حب عمري واجمل بنت شفتها في حياتي، اللي بتقوله يعني العادي على اي واحده بتجيبها لنا. ايه يا ياسمين اللي انت بتقوليه ده؟ على فكره بتكذب عليكي والله. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ياسمين؟ في ايه؟ على فكره يا ايه ياسمين بتكذب عليكي. صالح عمره ما جاب بنت البيت. العقله بتاعت العيله. هو على طول كان بيخلينا نقابلهم بره. الهبله بتاعت العيله. اقسم بالله انت شكلكم عايزين علقه من بتوع زمان. شكلك انت اللي عايز علقه من بتوع زمان. صح فكروا يا زكريا ده نسي نفسه. مش كده؟ طبعا. طب بقول لكم ايه بقى؟ تيجوا نخش جوه نشوف مين اللي هيضرب مين. صح. والله انت بتقول كلام مش شديد. صح؟ نخش جوه صح؟ يلا بينا حبيبي يلا بينا. وحياة ايه؟ حلفك بالغالي. ايه؟ ايوه عندي غاليين كتير يا زكريا. ده العشرة. وحشتني لمتهم. البضاعة دي في خلال 10 دقايق متخزنة في المخزن، مش عايز أي ملاحظة على أي حاجة. يلا اتفضلوا. واضح إنهم كتير قوي يا يوسف. إحنا مش هينفع نعمل العملية دي لوحدينا. ما هو ده اللي مأكد لي إن في بلاوي جوه، وبعدين دي فرصة عمرنا يا أكرم. أكيد مش تيجي دلوقتي وتبان يعني. أنا مش ببيعك، بس إحنا بالمنظر ده مش هنعرف نعمل حاجة. دول لو تجار سلاح فعلا مش هيسلموها بالساهل. إحنا ديتنا طلقتين ومحدش هيعرف عننا حاجة. اسمع الكلام. بقول لك إيه، البضاعة هتيجي دلوقتي هيتلخموا فيها. هيشوفونا بالمسدسات والقوة اللي معانا هيتهدوا. وافرض ما تهدوش بقى؟ سيبها لله. كله على الله. عليكي بوزة يا حبيبتي، مش عارف اقول لك. ما ينفعش انا يا حبيبتي تبقى كل الناس بتبارك لي كده وانت الوحيده اللي بتضربها بالبوز ده. انا ما قلتش اني مش مبسوطه، انا بقول ان الفتره اللي جايه دي مش هبقى مبسوطه. وانت عارف ليه يا شريف؟ انا ما بشوفكش خالص. بنتي انا هاخد اجازه اتفقت عليها خلاص هنبقى مع بعض. اجازه؟ ما خدتش اجازه وانت شغال مع عمو زين، هتاخدها دلوقتي وانت شايل الشغل كله؟ ايه اللي اتغير؟ الراجل هيفضل زي ما هو. كل حكايه انه قلقان بس لحسن لو لا قدر الله حصل حاجه العيله ما تحصلش بينها اختلافات ومشاكل وكده. بعدين خلاص ما تقلقيش بقى، ما الاجازه قلنا مع بعض فيها. طب بقول لك ايه يا حبيبي، ما تيجي نسافر لنا كده يومين قبل ما بطني تبان عليا يعني. تسافري فين؟ تسافري فين يا حبيبتي؟ انت في اول حمله خطر عليك يا حبيبتي. طيب هتجيب لي هديه ايه بقى بالمناسبه دي؟ كله نزل مكانه. كله نزل سلاحه. فتش لي يا ابني الكراتين دي. خير يا بهوت فين؟ خير؟ ما الخير كتير اهو الحمد لله. تجارة الإيرادات المنزلية بقت ممنوعة دلوقتي. انت هتستعبط يا امك ولا ايه؟ ما تسمع الكلام. معاك إذن نيابة؟ اهو يا حالتها. طب لو مؤاخذة يا باشا هتعبك معايا وتقراه لي. نسيت نضارة القراية. فتش يا ابني الكراتين دي. مع إني مش داخل عليا الحوار اللي بيحصل ده، بس على دماغي يا باشا. اخرس يلا. مفيش حاجة يا فندم. يعني إيه؟ يعني إيه مفيش سلاح؟ فين السلاح؟ فين السلاح يا ولاد الكلب؟ يلا يا يوسف. يلا رجالة. طب إيه يا بهوات؟ ماشيين كده من غير ما تعملوا لكم محضر ولا قضية؟ طب طقم شاي بقى وأنتم منوريني. متشكرين على الواجب ده يا روح امك. ولا بلغ اللي مشغلك إن وحياة أمي ما هسيبه. توصل. بألف سلامة يا باشا. كمل يا ابني شغل أنت هو. الو. طب كويس ان انت غيرت المكان. لا ما تقلقش انا هتصرف. يبقى طمني بس اول ما العربيه تدخل مخازن. سلام. ايه القمر ده؟ اهلا ايه القمر ده؟ يلا بقى ناخد سيلفي. يلا خش يا حبيبتي بالسلامه عشان تاخدي الهديه بتاعتك. سليم قتل الرجاله وهرب. كنت متأكد إن كل ده
هيحصل. هاشم وسيف كان عندهم حق. المهم دلوقتي حالا تلغي أي حاجة تانية. ما ينفعش نلغي. سليم في داهية. المهم عندي زين. سليم ده هنبقى نفوق له بعدين. المهم انت معايا للآخر ولا لا يا جلال؟ معاك. على بركة الله.